ولعل من عجائب الأمور قدرة القباطي على ابتلاع الطلقات النارية دون أن يصاب بأي أذى، على عكس ما يحدث في حال تناول اللحوم. من الأطعمة أكل سندوتشات الأرز، الحاجات الوجبات الخفيفة يعني فقط. طيب بالنسبة للحم أنا إذا أكلت لحم يعني المعدة حقي لا تقبل، يعني اوتوماتيكيا ترجع اللحمة من المعدة، يعني تقذف إلى برا. في قارورة جابتها من الدكان ما جبتهاش من عندي، بلا تزنق لكن ما عجبني زين التزنق. الدجاجة ما شربوش هذا، أنا أشتي هذا. مواقف محرجة كثيرة في حياة القباطي تعرض لها وهو يبحث عن وجبته الزجاجية المفضلة. كيف الزجاج هذا؟ نشتري زجاج ضخم. خلاص هذا بدري مني. هذا حلو. ممكن نقربه. عايز تجرب معك طاقة أو شيء أو. لا نقربه أنا عندك كذي. نقربه هكذا نشوف الله. نفس الشيء ما قال. نسيه الطعم. ما شاء الله. نسينا فاهمنا. الطعم حقه ما عجبني يا صاحبي. ما عجبني طعم، الطعم حقه متغير. الناس هنا يتناولون الطعام، بينما القباطي يعكف على التهام وجبته المفضلة. القباطي بما يمتلكه من قدرة خارقة على التهام الزجاج وغيره لم تسلط عليه الأضواء حتى الآن، كما أنه لم يخضع لفحوصات طبية معملية أو نفسية دقيقة للكشف عن خبايا وأسرار حالته. أدعو على الأطباء سواء في اليمن أو خارج اليمن بالجلوس معي والنظر لحالتي وفحصها والبحث عنها. ويأمل القباطي أن يجد من يتبناه ويمكنه من استثمار قدراته ويجنبه عناء الفرجة المجانية والبحث عن الزجاج والمسامير وشفرات الحلاقة والطلقات النارية. محمد الغميسي لبرنامج ألوان السعيدة، صنعاء. على غير ما هو معتاد في العمل الخيري، الأيتام في